محمد بن شنات مغني الراي ولا مغني الملاهي المشهور. شرطة وهران ألقت عليه القبض وهو الآن في السجن. هل هذا الخبر صحيح أم خطأ؟ وش هي التهمة الثقيلة التي ارتكبها محمد بن شنات؟ وش رايحين يحكموا عليه؟ خوتي هذه الأسئلة كامل راح نجاوبكم عليها وراح نعطيكم المصدر الرسمي هذا الخبر. إذا صح هذا المصدر راح يكون خبر صحيح، وإذا أخطأ هذا المصدر راح يكون خبر خطأ. وقبل ما نبدأ خوتي ما تنساوش ديروا لنا اشتراك. بسم الله. محمد بن شنات ألقت عليه القبض شرطة وهران وهو الآن في السجن. مصدر هذه المعلومات ولا مصدر هذا الخبر هو الجريدة الإلكترونية اللي يسميوها المصدر، وأيضا جريدة إلكترونية واحدة أخرى اللي يسميوها الجزائر توب. ناس بزاف يقولوا لقاو عند محمد بن شنات ممنوعات. هذه كامل خاوتي أخبار كاذبة وما كانش منها. شرطة وهران ألقت القبض على محمد بن شنات لأنه دار فيديو ونشروا على الستوري تاعو. واش في هذا الفيديو؟ في هذا الفيديو مقام الشهيد. اللي يشوف هذا الفيديو يشوف فيه نوع من الإساءة لمقام الشهيد. خوتي ما ننساوش أنه مقام الشهيد هو رمز من رموز الدولة الجزائرية. يعني التهمة اللي رايحين يوجهوها لمحمد بن شنات هي الإساءة لرمز من رموز الدولة الجزائرية اللي هو مقام الشهيد. خوتي وهذه التهمة في القانون الجزائري راهي ثقيلة. واش رايحين يحكموا على محمد بن شنات بسبب هذا التهمة؟ خوتي ما ننساوش أن محمد بن شنات لحد الآن راهو متهم فقط، والقاضي هو المخول والله هو الوحيد المخول باه يحكم على محمد بن شنات بالبراءة والله يعطيه إدانة. واش رايكم خوتي؟ واش راح يحكم القاضي على محمد بن شنات إذا صح الخبر؟